يا مساء الفل. تفتكر ليه ممكن نشوف فريق تعبان في الكورة يقدر يكسب بطل الدوري عادي؟ وليه في كرة السلة غالبا الفريق الأقوى هو اللي بيكسب بنسبة 99%؟ هل هي مجرد روح وجرينتا ولا في سر رياضي مخبينه عنك؟ النهارده هنشرح ليه العشوائية هي الحاكم الفعلي لمباريات الكورة، وليه السلة لعبة عادلة بزيادة. أول حاجة عندنا قاعدة حجم العينة. عشان نفهم الفرق لازم نبص على النتيجة النهائية. في ماتش كرة القدم النتيجة ممكن تخلص 1-0، يعني حدث واحد بس هو اللي حدد المصير. لكن في كرة السلة النتيجة ممكن تكون 110 105، وهنا بيظهر لنا قانون الأرقام الكبيرة. في الإحصاء كل ما زاد عدد المحاولات كل ما العشوائية تلاشت والمهارة الحقيقية ظهرت. في السلة عندك حوالي 100 هجمة لكل فريق. لو ضيعت كورة بصدفة غريبة لسه قدامك 99 فرصة تانية تعوض. لكن في الكورة عندك هجمة أو اتنين محققين في ال90 دقيقة. لو الكورة خبطت في العارضة أو الحكم غلط مفيش وقت للتعويض.